الانتخابات سخنة في أمريكا دلوقتي، والجمهوريين ماسكين فيديو على مرشحة الديمقراطيين كاميلا هاريس. تيجي نشوف، تعال نشوف. So you're now no longer are you necessarily keeping those private files in some file cabinet that's locked in the basement of the house. It's on your laptop, and it's then therefore up here in this cloud that exists above us, right? It's no longer in a physical place. الغلطة اللي وقعت فيها كاميلا هاريس وفهمها الغلط عن الكلاود كومبيوتنج أو الحوسبة السحابية، واللي بتبقى عبارة عن داتا سنتر كبيرة جدا، أحيانا بتبقى تحت الأرض، بل أحيانا كمان بتبقى تحت المية، وبيستخدموا المية في تبريد، بتوفر لنا خدمات زي الجيميل والجوجل درايف، أيوه اللي بتستخدمه حفظ الشيء. والكلاود أنواع، أول نوع وهو الساس أو السوفت وير أز سيرفيس، وده الخدمة بتبقى جاهزة على طول للمستخدم زي الجيميل أو الجوجل درايف. تاني نوع وهو البلاتفورم أز سيرفيس، وده المبرمجين بيستخدموه عشان يرفعوا عليه الكود على طول. تالت نوع واللي هو الانفراستراكشر أز سيرفيس، وده مهندسين البرمجة بيهيئوا السيرفرات الأول، وبعد كده المبرمجين بيرفعوا عليه الكود. اكتب لنا في التعليقات تستخدم أي نوع من أنواع الكلاود. بعد اذنك كده ببص للساده المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. اقول لهم ايه؟ يعملوا سبسكرايب. اعملوا لك اشتراك للبتاع.